السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. رغم ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي جدد رسميا لمدة موسمين مع النادي الاهلي، الا انه طبعا بعد بطولة كأس العالم للأندية جايله عرضين رسميين من اندية خليجية، بالتحديد اندية نادي في الدوري السعودي ونادي في الدوري القطري، الدوري السعودي والدوري القطري. محمد الشناوي رسميا جدد مع النادي الاهلي لموسم 2027. انا وجهة نظري دلوقتي يا جماعة ان محمد الشناوي الف شكر يا شناوي، اديت اللي عليك وزيادة، محدش ينقص من قدر او من حق محمد الشناوي اطلاقا، ولكن المرحلة اللي جاية يا باشا مع السلامة والقلب داعيلك. مرحلة مصطفى شوبير هو اللي هيخدم مصطفى شوبير. لو ما كانش هيلعب اساسي عليك السنة دي فخليك عندك يقين مصطفى شوبير لازم حتما ولا بد هتقعد عليه دكة ايا كان الحارس محمد الشناوي ولا غيره. لكل وقت اذان يا جماعة، لكل وقت اذان. محمد الشناوي رسميا جدد مع النادي الاهلي لمده موسمين، ولكن العروض اللي جايه له من السعوديه او من قطر المفروض كان يستغلها. حتى لو جدد مع النادي الاهلي المفروض يروح حتى على سبيل الاعاره. بالمناسبه في نادي عايزه على سبيل الاعاره وفي نادي عايزه بيع شراء نهائي يعني. اما بالنسبه طبعا النادي الاهلي واخد يعتبر تسريح لبعض اللعيبه اللي هم على دكه البدلاء في ظل السكواد القوي الاساسي مع النادي الاهلي. ابرزهم طبعا حسين الشحات كلم رسميا مع مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، قال لهم كده بالوش، قال لهم أنا عايز أمشي من النادي الأهلي. طبعا عندك عروض، قال لهم أنا تواصلت مع إدارة نادي العين الإماراتي، مع مسؤولين نادي العين الإماراتي، لحد الآن لسه ما قدمولوش عرض رسمي، ولكن جايله عرض رسمي من نادي الوحدة الإماراتي وأيضا نادي الوصل الإماراتي. يعني هو تواصل مع العين الإماراتي، لسه ما ردوش عليه المسؤولين هناك، ولكن جايله عرضين رسميين من نادي الوحدة الإماراتي وأيضا نادي الوصل الإماراتي. في انتظار طبعا هيوافق على أي عرض فيهم في حال أن نادي العين الإماراتي لسه ما ردش عليه ومش محتاجه يعني. أما بالنسبة للاعب الثالث يا جماعة اللي النادي الأهلي برضو خد قرار إن هو يطلعه على سبيل إعارة فقط لا غير، لكن حسين الشحات بيع، ما عندناش أي مشكلة، حسين الشحات بيع. أما على سبيل الإعارة اللي هو طبعا محمد مجدي أفشة بيدور دلوقتي على عرض خليجي كويس طبعا في أحد أندية الخليج علشان يطلع ليهم على سبيل الإعارة، علشان يظهر بالمستوى ويسترجع المستوى بتاعه ويركز شوية في الملعب بدل ما هو ما كانش واخد فرصة مع النادي. أنا شخصيا كنت أتمنى أن محمد مجدي أفشة يستمر مع النادي الأهلي ولو على سبيل التبديل احتياطي، يعني ينزل مثلا في كل مباراة 60 دقيقة، الشوط الثاني مثلا تلت ساعة، أهم حاجة ينزل على بديل ويركز في الملعب علشان يرجع لفورمته الأساسية ويرجع لمستواه، ساعتها يلعب أساسي على أي حد. رغم أن الموضوع صعب جدا، محمد علي بن رمضان طبعا مستحيل أن مجدي أفشة يلعب على حسابه، ولكن دي يا جماعة الخطة والتكتيكات بتاعت النادي الأهلي في الفترة اللي جاية واللعيبة اللي ماشية واللعيبة اللي جاية، وهنشوف الدنيا ترسي على إيه. عامة محمد الشناوي لحد هذه اللحظة اللي بسجل فيها مستمر مع النادي الاهلي وجدد لموسمين زي ما قلنا الموسم 2027، ولكن رسميا بنسبه كبيره جدا حسين الشحات مع السلامه، بيع نهائي. مجدي أفشة ايضا اعاره لاحد انديه الخليج، الا لو ما لقيش عرض يعني في الطر هيستمر في النادي الاهلي، ومفروض هو يركز ويستمر مع النادي الاهلي ويركز في الملعب علشان يرجع أفشة ما يعيش على الذكرى بتاعت الضرب القضية. ممكن ما انت لاعب في الملعب بعد ما تعتزل عيش على الذكرى بتاعت القضية ممكن، لكن انت دلوقتي في الملعب لازم تأدي كل يوم علشان الناس مش هتفضل يعني خلاص هنغني لك بالقضية ممكن، ولكن مردودك في الملعب هيكون ايه؟ ما احنا عايزين نستفيد منك في الملعب برضو. ده يا جماعة بخصوص طبعا اخبار النادي الاهلي النهارده. في النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، السلام عليكم.